الأهلي بعد ما فسخ عقد الإسباني خوسيه ريبيرو فتح باب الترشيحات على مصراعيها. أول الأسماء اللي ظهرت كانت باولو بينتو، المدرب البرتغالي اللي سبق ودرب الإمارات وكوريا الجنوبية، وبيمتلك سيفي محترم، والناس في النادي متمسكين بيه شوية لحد ما يعلن التعاقد رسمياً. قبل كده الأهلي كان مرشح كمان للتفاوض مع ماركو روزا، المدرب الألماني اللي أدار دورتموند ورايبزيغ، لكن المفاوضات ما كملت بسبب تكاليف تعاقده العالية. مدربين تانيين زي جوزي جوميز اللي رفض في الوقت الحالي بسبب التزاماته في السعودية، أو حتى كارلوس كيروش اللي اشترط إنه يتولى المهمة فقط خلال كأس العالم للأندية. الخلاصة، في اللحظة دي أكتر المرشحين اللي بيتردد اسمهم بجد قدام الإدارة هما باولو بينتو والألماني الجديد اللي لسه المفاوضات في بدايتها، والمشهد لسه مفتوح لحد ما يعلنوا رسمي.